بعد ما راح احكي منطق لانه ضيفك ما يفهم المنطق، خليني ارد عليه بنفس اللغه اللي يتحدث بها وياي. من انت لتعطينا نصائح بمن نستعين وبمن لا نستعين؟ من هو اللي يعطينا نصائح ومن يكون؟ يعني نستعين بامريكا، خلى ذكر خاف ما يدري. رئيسك المنقلب عليه اول اتصال اجراه مع امريكا يستنجد بامريكا بعد حادثه الانقلاب. نفسكم استنجدتوا بامريكا اليوم وتستشكل على العراق، ليش يطلب الدعم من امريكا؟ فلا تغالط نفسك بمثل هاي المغالطات. اثنين، تهددنا منه بجيشك نفسه اللي سوى انقلاب على اردوغان، اللي استعرضتوا بيهم بملابسهم الداخليه بالشوارع، اللي اذليتوهم، اللي عذبتوهم، اللي مناظرهم تارسل الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي. تهددنا بهذا جيشك؟ احنا هم عندنا جيش من نوع اخر نهددك به. اثنين، تتحدث لي تقول جينا نساعد اخواننا، اي اخوان؟ السنه مظلومين؟ لا سنه ولا غيرهم. لو كان فعلا يتحدث عن مظلوميه احد او مساعده احد كانت اولى كوباني بمساعدتكم، تبعدكم امتار عنها وتركتم مجازر حصلت في كوباني اللي استنجدوا بيكم انذاك ما تدخلتوا. اذا انت جاي بعنوان الانسانيه مو بعنوان طائفي، العنوان الطائفي نرفضه ونقاتله ونمنعه. اذا بعنوان الانسانيه كان ساعدت في عين العرب وكانوا اولى بالمساعده. الان انت ما حد طلب منك، ما حد استنجد منك. اثنين، انت جاي لنصره داعش، انت جاي حتى تدعم داعش اللي انت اوجدتها واللي انت مولتها واللي انت سلحتها. داعش اللي نفض داعش يهرب لكم، جرح داعش يعالجون عندكم، مقاتلين داعش يدخلون من خلالكم، داعش اللي انتم عاونتوها، داعش اللي انتم مكنتوها. دبلوماسيكم شلون طلعتوهم في الموصل بعدين اختطفتهم داعش؟ هاي المسرحيه والتمثيل اللي طلعوا سالمين مسلحين كل شيء ما بيهم، ولا واحد انفقد ولا واحد انجرح ولا واحد اغتيل. كيف؟ اي لغه، اي تفاوض مع داعش؟ من هي قنواتكم للتفاوض مع داعش؟ لتسمى الامور بمسمياتها. نظام داعشي يدعم داعش ويتبنى داعش ويساهم في بقاء داعش بس في العراق. تركيا مساعده للعراق اليوم سنه العراق يرفضون الوجود التركي. لا يحق لاردوغان ولا لضيفك ان يتحدث باسم سنه العراق. سنه العراق عروبيين وعرب وعراقيين اكثر مني ومن اي واحد اخر، واول من وقف في قراءه البيان هم سنه العراق، واول من حرك مجلس النواب العراقي واعترض على العدوان التركي والاحتلال التركي هم سنه العراق. سنه العراق يصدع صوتهم اليوم بوطنيه وبعراقيه، يقولون نرفض اي احتلال ان كان تركي.